إلي من فضلكم. لقد أتينا اليوم لنحتفل بحدث هام، وبصفتي زعيم القبيلة أعلن أن وضوض وبطبط أتم السن القانونية التي تؤهلهما ليصيرا من فرسان القبيلة. والآن فلنفتتح العشاء. تفضلوا تفضلوا. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ لا أصدق ما يحدث. تلك الوحوش ثانيا تأتي وتخطف أكل الشعب الحبيب. لا بد أن يكون هناك حل. ماذا نفعل؟ اسمح لي يا سيد عزوز بصفتي نائبك أن أقترح أن يدخل فارسان الشجاعان وضوض وبطبط إلى الجبل الذي تختبئ به الوحوش ليقضي عليها. ولكن لم يرجع أحد ممن دخلوا إلى الجبل. لذلك نحن نتوج اليوم وضوض وبطبط لكي يقوم بحمايتنا. سيكون هذا بمثابة اختبار لشجاعتهما. لكن أين هما؟ أين ذهبا؟ هيا أيها الفارسان، هيا إلى الجبل. هيا يا فرسان القبيلة، هيا اذهب إلى الجبل. هيا يا فرسان القبيلة. سنذهب. وأنا أيضا أريد أن أدخل معهم. فتفوتة، ماذا تفعلين هنا؟ اسمي الأميرة الصغيرة ذات الضفائر الطويلة، ولست فتفوتة يا أبي. ولكنك فتفوتة فعلا. أعلم أنك تريدين الدخول، ولكن المكان خطير وأنا خائف عليك يا ابنتي. أعتقد أننا يجب أن نؤجل اختبار الشجاعة ليوم آخر، فقد نسينا حقيبة الأسلحة. معك حق يا وضوض. هيا بنا. إنه سست. لقد أحضر الأسلحة. لماذا أحضرتها؟ أليس من الأفضل أن ندخل الجبل في الصباح؟ بطبط، ماذا؟ لا أعلم. لقد أتيت. فتفوتة؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ هذا المكان خطير على أطفال في مثل سنك. كم حلمت بدخول هذا المكان لأعمل عملاً بطولياً وأصبح مثل أبطال الأساطير العظماء، وأواجه الصعاب وأحارب الوحوش وأحارب أيوجد فعلا وحوش؟ وأنتصر، ولن أصبح فتفوتة ثانية. كفى ارجعي الآن. ارجعي وسنشتري لك الحلوى. سوستا، سنترك لك هذه المهمة. هيا بنا. كيف توجد شعلة موقدة في جبل مهجور تسكنه الوحوش؟ لابد أن أحدهم يأتي إلى هنا، لكن من يا ترى؟ من يا بطبط؟ من يا بابا، ماذا بك؟ بابا، ما رأيك في اجري يا بطبط، اجري. ماذا يحدث؟ لا أعلم. أشعر أن المكان به سر ما. لم أعد مغرما بالأسرار، لابد أن نرجع فورا. قبل أن نكتشف سر الوحوش واختبار الشجاعة، ماذا سنقول لأفراد القبيلة؟ سوف أعتزل وأترك المهنة للأشبال. أنت الذي يمزح الآن. فلنحسب أنفسنا اجتزنا ذلك الاختبار. هل تريدون أن نكذب؟ إننا لا نستحق هذا اللقب.
وماذا سنقول لهم عن الوحوش؟ ستلتهمون الوحوش قبل أن نتفوه لهم بشيء. لا أحد يأتي إلى هنا ويرجع. انتهى أمركما أيها الشجاعان. لماذا دخلت معهم يا فتفوتة؟ قد لا أراك ثانية. أشعر بالخوف. يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم فرسان القبيلة. هيا أسرعوا، أنتم لستم فرسان هنا، بل عبيد عند بسيوني الذي سيصبح ملك الذهب في العالم كله. لا أصدق أن بسيوني وراء اختطاف الفرسان. يجب علي أن نسرع من هنا. ترى أين أجد وضوض وبطبط؟ هذا السهم يخصهما. لابد أنهما في مكان قريب من هنا. أخيراً وجدتكما. فتفوتة، كيف وصلت إلى هنا؟ لا يهم، المهم الآن أنني عرفت أن بسيوني وراء عملية اختفاء الفرسان ليجعلهم عبيداً له ويسخرهم لاستخراج الذهب الموجود في الجبل. سمعت كثيراً أن الجبل به كنز. وأعتقد أيضاً أنه وراء الوحوش التي تسرق الطعام ليدفع بالفرسان لدخول الجبل. هيا، يجب أن نخرج من هنا. كيف يفتح هذا؟ فتفوتة! هيا هربي يا فتفوتة بسرعة. لابد أن أتصرف وبسرعة. خذ هذه. انتظروا، ماذا سنفعل الآن؟ بالطبع سنعود إلى القبيلة. ولكن يجب أن نحرر فرسان القبيلة السجناء أولاً. إننا بذلك نحارب بسيوني الشرير. لن نقدر عليه، فهو أقوى منا. يجب أن لا نستهين بقدرتنا أيها الفرسان. يا فتفوتة، إنها ليست لعبة، فالخطر يحيط بنا في هذا المكان. يا فرسان، القبيلة في حاجة إلينا. فتفوتة، فتفوتة، أين ذهبت؟ هل خطفها أحد الوحوش؟ بل هي معي، لا تخافا عليها. أين الأميرة؟ لو حاولت أن تؤذيها سترى. فلتظهر الشجاعة الآن. لماذا لا تجرب الآن أن تخرج من دونها؟ واستعدوا لما سوف يلقاكم من أفراد القبيلة، فقد تركتم فتاة ضعيفة وحدها في جبل تسكنه الوحوش. ولكننا لن نتركها ونخرج. سنحارب من أجلها. لستما الآن في موضع الاختيار، إن جميع الوحوش تحت إمرتي، فأنا أعرف نقطة ضعفها. ما هذا؟ خذ هذه. هجوم! عظيم يا سوسته. أيتها الوحوش، اهجموا عليهما! لن يكون هناك هجوم بعد اليوم. هجوم! هيا! لن تستجيب لك بعد الآن. إنه يهرب. ما زال أمامكم الكثير لاجتياز اختبار الشجاعة بنجاح. كيف أخرج من هنا؟ كيف؟ بما أنني فتفوتة يمكنني أن
ترى حجمي. ترى أين أجد الفرسان؟ إنهم هنا. فتفوتة ابنة رئيس القبيلة، ماذا تفعلين هنا؟ هل قبض بسيوني عليك أنت أيضا؟ لا، بل جئت لأخلصكم من شره. هيا بنا. هيا دعوني من هنا. لا لا لا، بل من هنا. أنا أعرف أين يكون الآن. والآن أروني شجاعتكما أيها الفارسان. ها هو بسيوني. مستحيل. لا. هيا هيا اسرعوا. هيا. أنتم النجدة. قولوا لهما وداعا. مستحيل. النجدة. سنسقط. لا، سأفتقدك يا وضوض. أخيراً اشترينا ميكروفون. أعزائي أبناء القبيلة، اليوم قد ولدت قبيلتنا من جديد، وهذا بفضل الشجاعان وضوض وبطبط. لقد أرجعوا لنا فرساننا وساعدونا في اكتشاف الذهب، واقتلعوا الشر من وسطنا، وأثبت لنا أن الفروسية ليست بالسن لكن بالشجاعة. وزوز وبطبط على قناة موكي. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.